السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تكنيكال اند فاني تشانل. النهاردة هتكلم عن قضية طبيب الساحل واللي بيه خلاص كله دلوقتي بقى يتكلم عنها، وفي ناس بتطلع اشاعات كتيرة جدا. طبعا كل ما في الموضوع ان في العيادات بتاعته المفروض اني في الفيديو ده هوضح خط سير الدكتور أسامة لحظة خروجه من معهد ناصر الى الشقة اللي حصل فيها او تمت فيها الجريمة، او على الاقل نصها، لغاية ما راح الشقة التانية لما طلعوه على الكرسي المتحرك. دلوقتي هعرض عليكم الفيديو. عيادة الدكتور أحمد شحتة طبعا اللي على الشمال، واللي اندفن فيها الدكتور أسامة صبور، والمفاجأة واللي الكل اتكلم عنها من أهل المكان إن هم كانوا بيقولوا في بعض الإشاعات اللي بتقول إن في أثناء ما هم مواجهة جثة الدكتور أسامة صبور لقيوا معاها جثث تانية. فهل الكلام ده صحيح؟ الله أعلم. طبعا القضية دي ناس كتيرة جدا قعدت تفتي فيها وناس كتيرة جدا قعدت تتكلم فيها، بس اكيد الوضع الحاسم او الموجود هو دلوقتي اللي يهمنا هو وضع الدكتور أسامة. بس هو الموضوع بيتكلم في نقطة ايه؟ يعني مثلا دلوقتي حتة ان الدكتور أسامة لما عرف الموضوع يعني حصل مشكلة بينه وبين الدكتور أحمد شحتة، فالدكتور أحمد شحتة استحلف له وحاول ان هو يقتله بحيث ان هو يتخلص منه وما يفشيش طبعا السر بتاعه. فطبعا كل اللي بيتقال في الشارع او من الجيران الله اعلم بيه هل هو فعلا صدق ولا اشاعات. طبعا كل الناس اتكلمت وقالوا ان في جثث كان الدكتور احمد شحتة كان على طول بيروح لمحل اسمه الشريف، وكان بياخد من عنده الرمل والاسمنت بحيث ان هو يدفن الموتى اول باول. وناس كتير قالت هو كان شغال في تجارة الاعضاء. هل يا ترى بقى هي اشاعات؟ الله اعلم طبعا. وزي ما شفنا قبل كده الكاميرات اللي كانت بتوضح خط سير الدكتور أسامة وقت خروجه من معهد ناصر الى الشقة اللي حصل فيها القتل. طبعا زي ما هو معروف الدكتور أسامة لما راح الشقة كانت في كاميرات موضحة جدا خط سيره، كانت في كاميرات موضحة خط سيره من وهو داخل المكان معهد ناصر، وبعد كده اتجه على طول لشارع أبو وفية. طبعا في المكان ده زي ما شفنا قدامكم كده اللي دي العيادات بتاعه الدكتور احمد شحتة، ومنهم الشقه دي اللي هي كانت دور ارضي وبيبقى في اولها مصنع. المصنع ده بيبقى تقريبا هو في الدور الاول، وبعد كده العياده بتاعه الدكتور احمد شحتة هي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، ودي اللي حصل فيها جريمه القتل لحظة ما روح فيها الدكتور أسامة. طبعا لما دخل الدكتور أسامة فالدكتور أحمد شحتة على طول راح واخده ومبنجه بالحقنة، وطبعا الكلام اللي احنا عارفينه. وبعد ما خلص الجريمة خرج هو وأحمد ومشي معاه بكرسي متحرك. وزي ما انتوا شايفين الشارع هو ده البيت اللي هو بيتكون من 6 أدوار وممر في مصنع الملابس. وده طبعا زي ما انتوا شايفين الدكتور أسامة لحظة وجوده حوالين البيت اللي هو بيتكون من 6 أدوار وفي المصنع بتاع الملابس هو ده الشقة اللي حصل فيها الجريمة. طبعا الحمد لله يعني ده حاجه كويسه جدا ان التكنولوجيا ما سابتش حاجه. يعني عندنا كاميرات اهيت في الكشك ده، في كاميرات موضحه جدا 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 لحظه خروج ودخول الدكتور أسامة. ودي طبعا الحاجه اللي خلت المتهمين الثلاثه يعترفوا بكل شيء من غير ما يحصل يعني تضييع في الوقت. طبعا كلكم اكيد شفتوا الفيديو اللي فات اللي كان موضح لحظه دخول الدكتور أسامة للشقه.
احمد فرج لما راح علشان يأجر الشقة دي من السمسار، والقصة اللي احنا عرفناها لما قال له ان والدته كانت تعبانة وكانت رايحة تكشف تعمل عملية في معهد ناصر وكان لازم يأجر الشقة دي. فطبعا السمسار قال له خلاص يا ابني، وحاول ياخد منه بطاقته وقال له معلش دي هي في معهد ناصر واخدينها مني، فاعذرني لاني انا برضه من الصعيد ومش عارف اي حاجة هنا. طبعا الكلام ده كلنا عرفناه وفهمناه طبعا في الاول. المكان ده المفروض ان الكاميرات كانت موضحه لحظه دخول، زي ما قلت لكم الدكتور اسامه، الكاميرات دي كلها كانت واضحه موضحه لحظه دخول الدكتور اسامه للشقه اللي حصل فيها الجريمه. طبعا الكشك اللي هو المفروض اللي هو جنب البيت ده، الكاميرات طبعا اللي احنا شايفينها دلوقتي اهيت، هي دي اللي كانت موضحه اللي حصل، ودي اللي بينت كل حاجه يعني بعد ربنا طبعا. في طبعا الكشك ده تحت البيت مباشره، هم اللي كانوا بيقولوا احنا شمينا ريحه وحشه، وهم يمكن اللي اكتشفوا الموضوع الاول. البيت ده كله دلوقتي بقي خلاص يعني بقي معروض للبيع، لان معظم الناس اللي فيه اللي هو زي مثلا يعني معظم الاهالي خلاص يعني كرهوا المكان تقريبا، فخلاص اللي هم بيبقوا عارضينه للبيع. المحل ده المحل اللي هو الشريف ده، ده اللي كان ده تبع للحديد والبويات، ده اللي كان بيروح فيه الدكتور احمد شحتة علشان ياخد هو واحمد فرج ياخدوا منه الرمل والاسمنت ويقوموا بدفن الموتى. وناس كتيرة قوي قالت ان هم كانوا بيترددوا جدا على المحل ده بكل سهولة، كان على طول يروح يجيب منه حاجات. وطبعا في نهاية الموضوع ان هم لما اكتشفوا الجرائم بتاعته قالوا ان هو فعلا كان بيتردد على محل الشريف ده بسهولة جدا، وكان بيروح يجيب منهم الرمل والاسمنت بحيث ان هو يقدر يدفن الموتى. وهو ده الفيديو اللي بيوضح طبعا الموضوع من اوله لاخره، وبيوضح خط سير الدكتور احمد شحتة لما كان بيروح يشتري حاجة وبيرجع تاني للعيادة بتاعته. وزي ما قلت لكم ان الدكتور احمد شحتة كان معاه 3 عيادات، وكان منهم برضو في مركز كان مشترك فيه. مركز ده اسمه مركز نوران، مركز نوران الطبي. طبعا ده يعني مش عايزين نفتح في مواضيعه لانه، وطبعا زي ما قلت لكم مركز نوران الطبي واللي كان شريك فيه الدكتور احمد شحتة، يعني طبعا المركز ده يعني هو اصلا قفل فترة طويلة، قفل زي حدود زي شهرين تقريبا، ومديرة هي اللي صرحت بكلام زي كده وقالت يا جماعة ما حدش يعني والله المركز مليه اي علاقة خالص بموضوع الدكتور احمد شحتة. هو الدكتور احمد شحتة مجرد ان هو كان دكتور فيه. حتى برضو احمد فرج لما جه يتقدم للشغل هنا اتقدم كواحد عادي جدا، جه عن طريق الاعلان اللي هو كان مطلوب ممرضين وكده، فهو جه يتقدم للوظيفة دي وجه من الصعيد. وانا بصراحة يعني بكون عايزة الناس اللي تشتغل عندي في المركز تشتغل يعني من محافظات اخرى، لانهم بيضطروا يجوا يبيتوا في المكان وبيبقوا تحت امر المكان يعني طول 24 ساعة. عشان كده هي رحبت عادي باللي اسمه احمد فرج، بس هي طبعا بتقول ان احمد فرج ده ما كانش يعني اللي هو من نوع بيحب ينزله لبلده. طبعا دي لاسباب شخصيه خاصه بيه تبع والده وكده، لان والده متجوز يعني كذا واحده، الكلام اللي بيتقال ده وبرده مش عايزه اخوض فيه مشاكل شخصيه للمتهمين. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على المتهمين كشخصيتهم هم نفسهم او على الواقعة اللي حصلت. فهي يعني وضحت وقالت واكدت ان هم ال3 اللي هي ايمان واحمد شحتة واحمد فرج ان هم كانوا فعلا يعرفوا بعض، لان طبعا دي مديرة وقاعدة في المركز شايفة مين اللي داخل ومين اللي طالع وعارفة الكلام ده كله.
فيعني ربنا يا رب يصبر اهل الدكتور اسامه. وده يعني نبذه بسيطه عن حوار القضيه، وبتوضح لكم بس مسار القضيه رايح فين وجاي منين. ويا رب ربنا يصبر اهله. اتمنى منكم بس في التعليقات ان انتوا تترحموا على الدكتور اسامه وتدعوا له بالرحمه وتدعوا لاهله بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.